يعطيكم العافية. هذا الفيديو بدي وجهه لسامي جميل، سمير جعجع، وأشرف ريفي، المعارضين الشرسين للحزب. هلا أنا قبل الحرب ضد إسرائيل كنت ضد سلاح الحزب، لأنه أنا بآمن إنه الدولة لازم تحارب، بس بالنهاية الدولة اللبنانية ممنوعة إنه تتسلح، يتسلح جيشنا وصواريخ وأشياء نوعية حتى نقدر نقف بوجه إسرائيل. فهيدا مبرر للحزب ومبرر منطقي. هلا انا ماني شيعي، انا مسلم سني، ماني تابع لولا حزب. وانا عندي استقلالية عن كل العالم، مش هيك بقدر احكي بحرية ضد الكل، ماني مع حدا ولا متحالف مع حدا. هلا لازم نعرف نحن انه اسرائيل عدو، لانه مش بس عدو للمسلمين، عدو للمسيحيين. اسرائيل ارضك يا اسرائيل من النيل الى الفرات، يعني بيشمل لبنان، يعني بدهم يفوتوا يحتلونا مسلمين ومسيحيين. يعني انتم بدكم تقعدوا تحت الاحتلال تاعهم اذا ما قاومتوهم ووقفتوا بوجههم. انتم حملتوا سلاح مش اشرف ريفي اكيد، بال 75 ضد الفلسطينيين وضد السوريين، كانوا محتلين البلد. منطقيا انا مع اوكي. ضد مين بيحتل لي بلدي؟ بس اسرائيل كان بعد ما في مقاومة فلسطينية ب 68 اجت ضربت مطار لبنان، لانه اسرائيل معتدية. اسرائيل بالدين اليهودي بيشوفوا كل مين منه يهودي هو عبارة عن خنازير وحمير وأشخاص يجب أن يستعبدوا عند اليهود. فمش إنه النصارى عند بالنسبة لليهود أحسن، هيدي كلها كذب. الشغلة الثانية، الحزب هلا عم بيقاوم اسرائيل على طريقته، عم بيروح له الشهداء. انتم بتعرفوا ليلة بجبال جنوب لبنان بالعراء اللي عم بيقضوها الشباب، شباب الحزب، شو صعب عليهم؟ انتم بتعرفوا شو صعب على اهلاتهم انه يضحوا بولادهم؟ بس بدي اقول لكم شغله، انتم مصدقين حالكم انه انتم متمدنين اكثر من جماعه الحزب. نحن ثقافه الحياه وهن ثقافه الموت. لا، هن ما ثقافه الموت. انتم جماعه نهبتوا لبنان ومعكم مصاري كتير وقاعدين برفاهيه. بس المسلمين بلبنان كانوا درجة تانية أيام المارونية السياسية. فبما أن المسيحية نهبوا البلد معهم مصاري أكتر. المسيحية بتتحججوا انه المتن بيدفع ضرائب اكتر، ايه لانه معهم مصاري اكتر، البورسنتاج بده يدفعون اكتر. نحن ما بنعطل القصص كرمال اشياء طائفية. هلا جماعة الحزب هن ما لهم ثقافة موت. هن اذا معهم مصاري البيئة تاعتهم ما بيروحوا مطاعم، ما بيروحوا اوتيلات، ما بيعملوا اعراس فخمة، ما بلا. بس ما معهم. انتوا نهبتوا الموضوع، انتوا نهبتوا لبنان، انتوا سرقتوا لبنان، فما فيكم تحججوا. هلا بالنسبة المعاملة أو الخوف للمسلمين، المسلمين بالتاريخ الإسلامي كلياته اللي هو عمره 1400 سنة فتوحات إسلامية كانت كلها دفاعية. بالنهاية فاتوا على سوريا ولبنان، كان فيها مسيحيين، كان فيها كنائس، كان فيها يهود، كان فيها كنيس. لهدموا كنيسة، لهدموا كنيسة لليهود. ما قتلوا حدا أبدا إلا المقاتلين اللي قاتلوا، ماتوا بالمعركة، ومات من المسلمين شهداء كمان. هاي الشغلة. هلا بالنسبة للقتال بالإسلام، اليهود عم بيدعوا انه جماعة حماس اغتصبوا النسوان، هو اني اكيد كذابين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي في شيء اسمه فقه الحرب انه لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا، لا تقطعوا شجرة، لا تقطعوا طريق، لا تقتلوا دابة الا للاكل. اكيد المقاتل اللي دمه على كفه منه فايت ليغتصب نسوان. هيدي حجة اسرائيل حتى يعملوا حالهم هن مساكين، وهن بالنسبة للشعوب كلياتها بيقولوا نحن 2000 سنة اضطهدنا، بس ما بيقولوا شو السبب. انتوا اضطهدتوا لانه انتوا كنتوا جماعة الربا اللي هي اليوجري كانت ممنوعة عند المسيحية، انتوا درجتوا لهم اياها للمسيحية.
كنتوا تفوتوا على المسيحيين ما بيدينوا بعض بفايدة، يجوا اليهود يدينوهن. الفايدة المركبة كانت تاكل المصريات المدين المسيحي، ما يضل معه مصاري أشتو كل أملاكه، كان يغضب الشعوب عليهم ويشحطوهم. مشان هيك كانوا يتنقلوا من بلد لبلد، لأنه مغضوب عليهم هن من الشعوب كلياتها، يقشطوا العالم كلياتها مصرياتها. فهيدي ما حجة. بعدين بيتحججوا انه هربوا من المحرقة اليهودية. لا، تيودور هرتزل ب 1895 كان عامل مشروع الاستيطان واحتلال فلسطين. هاي الشغلة. الشغلة الثانية، نحن ما عنا شيء اسمه تعصب أعمى. اللي المسلم مزبوط منه متعصب. شو التعصب؟ تعصب دفاع عن دين بكل قلة فهم. اكيد حتلاقوا في ناس ما عندهم علم ديني بس لانهم مسلمين، ونفس الشيء عند المسيحيه، بيكونوا ما بيروحوا على الكنيسه. مثل جوزيف ابو فاضل ما بيروح على الكنيسه، ما انه ملتزم بس هو متعصب لمسيحيته. شغله ثالثه بدي اقولها، الكحول كانت ممنوعه بكل الدول المسيحيه بيناتهم امريكا. بال 1900 اوائل 1900 كان ممنوع بيع الكحول، كانت تتم تهريبها مثل تهريب المخدرات هلا. فاللي درجوها ودرجوا الدعارة هن اليهود، لأنه هن عم بيهدموا البناء الأسري. وهلأ طالعين لنا بنغمة أنه الشذوذ الجنسي، هن بيجربوا يلطفوها، بيقولوا المثلية الجنسية. شو المثلية الجنسية؟ كل عمرها اسمها شذوذ، لأنه العلاقة الجنسية الطبيعية هي بين رجل وامرأة، هيك خلقهم رب العالمين. كل مين بيشذ عن القاعدة هو شاذ. شغلة تالتة بدي أقول، المسلمين منن جماعة حرب. إذا بتلاحظوا كل الحروب حتى أفغانستان طلعوا جماعة الأفغان ليدافعوا عن أرضهم من روسيا، ورجعوا دافعوا عن أرضهم من أمريكا بعيدة عنا 10,000 كيلومتر. شو عم تعمل جيوشها بالشرق الأوسط؟ بس سؤال، شو عم تعمل جيوشها بالشرق الأوسط؟ هيدول محتلين ومقاومتهم حلال. حماس فريدوم فايترز، حماس منهم مجرمين، واكيد كل فصائل المقاومة بما فيهم الحزب. هلا داخليا بيكون في اشياء يخطئوا فيها 7 ايار، ما 7 ايار انا ضد 7 ايار. بالنهاية لازم نجتمع وكلياتنا تكون متحالفين وعلى قلب واحد. بعدين نعطل كرمال التعصب الأعمى، نعطل تعيين مأموري الأحراج. شو بيأثروا مأموري الأحراج؟ شغلة تانية، ليش مأموري الأحراج طلعوا المسلمين أكثر من المسيحية؟ بكل المباريات التوظيف الدولي عم بيطلعوا المسلمين أكثر من المسيحية. ما هي بورسنتاج. المسيحية صاروا تقريبا 30% من الشعب اللبناني. يعني إذا تقدم 100 واحد على الوظيفة حيتقدم 30 مسيحي و70 مسلم، أكيد حيطلعوا المسلمين أكترية. بالنهاية نحن عند المسلمين ما في شيء اسمه طائفية. بدنا مين يحكم لبنان بالعدل. بالعدل يعني الدولة المسلمة الغير عادلة ما منأيدها، حتى لو كانت الدولة العادلة بس يكون حاكمها غير مسلم منأيده، ما في مشكل. لازم يكون في عدل. المفروض التعيينات والوظائف بالدولة مش نقول انه بدنا مسيحية وبدنا كذا وبدنا مناصفة. بدنا الكفؤ. بدنا الكفؤ، ما بدنا الحرامي يلي بيجي ساندو جبران باسيل، واللي بيجي ساندو سمير جعجع، واللي بيجي ساندو نبيه بري، واللي بيجي ساندو سعد الحريري. هيدا جاي يسرق. هيدا عارفين حاله انه اذا سرق وانكمش في له ظهر، والمعتر اللي ما له ظهر ما بفوت اساسا على الوظيفة. فالغاء الطائفية السياسية والطائفية الوظيفية مفروض تلتغى. هيدا هيك المنطق بيقول. بالنسبة لجبران باسيل انه هو ما عنده عداء مع اليهود، انت ما عندك عداء، مزبوط، بس بالنهاية هن اللي عندهم عداء معك، هن اللي بده يقتلوك مثل ما بده يقتلوا كل الشعوب التانية او بيستعبدوهم. فما تكون ذكاك امرار بينطح الحيط. انتبه للي بتقوله. عدونا التاريخي هن اليهود. شغلة تانية بالنسبة لأخواننا المسيحية بلبنان،
ربنا قال بالقرآن ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر كرم بني آدم الإنسان يعني، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. فضلناهم عن البهائم التاني الموجودة، يعني عن الحيوانات، وكرم الإنسان وكرس له كل شيء تاني لخدمته، من بهائم للنقل للأكل لكل شيء. بعدين ربنا حتى قال بالقرآن لا تجد قوم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانهم وأنهم لا يستكبرون. المسيحي أخو المسلم. حتى بالدولة الإسلامية لما حكمت 1400 سنة بالشرق الأوسط بقي كل الأديان موجودة، حتى عبدة النار السابقة البهائيين كله ما ضل فيه، ما قربوا لحدا. لا إكراه في الدين بالإسلام، ما حدا مجبور يفوت على الإسلام، يا بالقناعة أو يضلوا على دينه ويصطفل. بالنهاية حتى أنا بدعي للمقاومة أنه تكون من كل الطوائف. هلا أنا كمسلم عندي عقيدتي انه اذا مت بس بروح شهيد. المسيحي اللي بده يدافع عن ارضه كمان هو عنده عقيدته، هو بينه وبين ربه. ما في شيء اجباري بالاديان، بس التعصب الاعمى لازم ينشيله. جماعة الحزب منن جماعة الموت وانتو جماعة تتفلسفوا علينا. هاي شغلة نحن كل شيء عنا محرم بالنسبة لنا كله، لأنه بيعمل إذا أخذناه بيعمل أمراض وبيعمل أشياء وبيعمل شذوذ. نحن نلتزم بكتاب رب العالمين اللي ملتزمين، لأنه حتلاقوا مسلمين بيدعوا أنه هن متمدنين بس هن ما بيلتزموا بالدين. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الدين أخلاق. إذا شفتوا واحد حتى لو كان شيخ ما عنده أخلاق ما بيكون ملتزم بالدين، وبالنهاية بده يروح النار. ما في، بده يتحاسب. إذا في عنا مشايخ بكل الطوائف شاذين عن القاعدة، يعني ما عم بحكي شذوذ جنسي. فبتلاقي وين ما كان في ناس بتغرن المال، في ناس بتغرن النساء، في ناس بتغرن. بالنهاية كل واحد ربه بيحاسبه، ونحن هيك ما بنقعد نحاسب بعض. المفروض نوقف ايد وحدة، وخاصة في زمن الحرب.